بيبدأ الانمي بتاعنا بهوي طفل صغير صحى من نومه لقى نفسه في مكان غريب ملوش ولا ملامح ولا حتى ابواب، بس لقى جواه بنت جميلة اول مرة يشوفها في حياته وهي قاعدة بتقرأ كتابها. في البداية هوي سألها عن المكان اللي هو فيه، فردت عليه البنت بكلمتين بانه موجود في مكان ملوش مكان محدد في العالم ولا اسم حتى معروف بين الناس، لكن اغلب اللي جم فيه سموه باسم المتاهة لانه كبير وبيتوه زي ما انت شايف كده يا صديقي. هوي ما اقتنعش بالاسم اللي قالته له، فسألها مرة تانية هي نفسها بتقول عليه ايه، فقالت له انها بتطلق عليه اسم ارشيف دانتال الغامض. بالرغم من كده هوي ما خافش منها ولا حتى من المكان ولا من اسمه، بالعكس ده قرب منها جامد ومسك ايديها علشان تقوم معاه، وهو بيقول لها اكيد زهقتي من القعده لوحدك في المكان ده. نرجع للحاضر مع هوي بقى بعد ما بقى شاب طويل عريض سايق عربيته وهو في طريقه لبيت جده ويزلي. ساعتها قال بان جده توفى من 6 شهور على ايد حرامي اقتحم البيت علشان يسرقه. لما جده وقف في وش الحرامي ضرب عليه رصاصه قتلته، وبكده انتهت حياه جده اللي كانت مليانه مغامرات والغاز كتير بالنسبه له، لانه كان مهووس كبير بالكتب خاصه القديمه منها، لدرجه انه تخلى عن نص ثروته في مره علشان يشتري كتاب واحد بس. تصرفات جده الغير عقلانيه دي زعلت العيله كلها منه، فقطعوا علاقتهم بيه لحد ما مات، خاصه انهم مقتنعين ان ويزلي كان ملبوس او مجنون وبيجمع كتب ملعونه عينها في مكتبته او ارشيفه زي ما بيحبوا يسموه يعني. بس في نظر هوي بقى انهم كانوا خايفين من جده لانه مثقف اكتر منهم، فلما مات حاولوا يرجعوا العلاقات، بس ويزلي كان سايب وصيه بان املاكه كلها تروح لهوي حفيده، برغم ان علاقتهم ما كانتش احسن حاجه وهوي نفسه عمره ما كان قريب من جده ولا حتى بيسأل عنه. بس ده ما يمنعش انه فرحان باختيار جده ليه وانه واثق فيه علشان يورثه مكتبته الكبيره ويبقى مهووس بالكتب زيه بالظبط. هنا هو يوصل لبيت جده اخيرا، فخد نفسه وطلع مفتاحه علشان يدخل، بس خد باله ان المفتاح اللي في ايده ده مش بتاع القصر، ده بتاع حاجه تانية اهم لسه دورها ما جاش، فعلى طول بيرجعه مكانه وبعدها بيزق باب القصر وبيدخل، بس بيلاقي الدنيا هص خالص ولا صوت ولا حركه، مفيش غير التراب اللي مغطي المكان كله. الاغرب بقى ان مكتبه جده اللي عامله جدل في العيله كانت فاضيه ما فيهاش كتاب واحد يوحد ربنا، والتراب مغطي الرفوف من اولها لاخرها. ساعتها هو شاف اثر لجر حاجه تقيله على الارض، فمشى ورا الاثر لحد ما وصل لسرداب ضلمه فدخله. هناك بقى شاف كتب مكتبه جده كلها مترصصه كوام حواليه، وما بينهم قاعده بنت صغيره بتقرا كتاب غريب، فقرب منها هوي وهو بيعرفها بنفسه وانه حفيد ويزلي ملك القصر اللي هي فيه ده. فالبنت استغربت منه جامد وسالته ايه اللي جابك القصر دلوقتي يا عم هوي. هوي قال لها انه جاي هنا مخصوص علشان يدور على ارشيف دانتال، وده بقى صدم البنت اكتر وسالته يعرف ايه عن الارشيف ده، فهو رد عليها بالراحه بان جده ساب له وصيه قبل وفاته بيديله فيها املاكه كلها بما فيهم مكتبته بشرط واحد، وهو ان يورث ارشيف دانتيال وياخد باله من داليان، بس هو ما يعرفش ايه داليان ده بالظبط وحاسس كده انه حيوان من نوع ما فما عندوش مشكله يربيه يعني. هنا البنت اتعصبت وضربته وهي بتصرخ فيه، بتقول له انها داليان اللي جده طلب منه ياخد بالها منها، هي اهمل البصر والبصيره انت. بعد كده بيطلعوا هما الاتنين فوق علشان هو يحضر لداليان الفطار وينفذ وصيه جده بحذافيرها، وبعدين قرر انه يدردش معاها شويه وحكى لها انه كان طيار على قده بس ساب اللي وراه واللي قدامه وجه عشان يحقق وصيه جده. بعدها سالها اذا كانت قضت مع جده اخر ايامه، فردت عليه بانها معاه من فتره كبيره وما كانتش بتسيبه لحظه واحده لحد ما هو مات. فهو فرح جدا لان جده ما كانش وحيد في اخر ايامه رغم ان عيلته كلها اتخلت عنه. بعد كده بيقول لها ان دانتليان ده اسم شيطان مهووس بالكتب الملعونه، فكان بيجمعها من كل مكان وزمان ويخبيها معاه علشان ما حدش يوصل لها غيره. علشان كده لما قرأ وصيه جده والاب بيقول فيها انه هيورث ارشيف دانتليان حط توقعات عاليه جدا، بس لما وصل وشاف نوعيه الكتب الموجوده في المكتبه نفسيته اتحطمت وحس ان ده مش عدل لان الكتب الموجوده عاديه جدا، ايوه قيمتها عاليه بس يعني هتفضل كتب عاديه. فداليان ردت عليه وقالت له شكلك مثقف زي جدك وهتتعبنا، طب بص يا سيدي عمرك سمعت عن قصه السماء في قصيص؟ فهو سكت ثواني كده وبعدين قال لها انها قصه قديمه جدهم كان بيحكيها ليهم عن راجل كان ماشي في الطريق وخبط في قصيص ووقع جواه، ساعتها شاف عالم تاني كبير موجود جوه القصيص ده، بس دي قصه خياليه ملهاش اساس من الواقع فمش فاهم ايه علاقتها بالمكتبه يعني. لذلك داليان ردت عليه وقالت له ان دي بقى اساس المكتبه، لان مكتبه دانتليان هي السماء في القصيص، مكان كبير جدا جواه حاجه صغيره جدا مليان كتب كتير قوي كلها عن السحر والشعوذه واللعنات والشياطين، بس هو ما اقتنعش بكلامها وضحك عليه بسخريه. هنا بقى داليان شافت المفتاح اللي في رقبته فاستغربت جدا وسالته عنه وازاي وصل له. في نفس الوقت ده بقى بيرن جرس الباب، فالاتنين راحوا يشوفوا مين قرر يزورهم في الوقت ده، فلقوا خادم بيطلب منهم يجوا يزوروا السيد هنري اللي هو شغال عنده، فهو يوافق انه يروح ودانتال شبطت تروح معاه. في الطريق دانتال قالت له بان هنري هو الحرامي اللي اقتحم القصر وقتل جده زمان، بس هو ما صدقهاش وقال لها ان هنري ده كان منافس لجده في شغله مش اكتر، راجل محترم وسمعته زي الجنيه الذهب ما فيهاش غلطه، مستحيل يكون اتنكر في حرامي يعني عشان يقتل جده، وبعدين هيقتله ليه اصلا؟ فدانيال قالت له يا عم مش حوار، كده كده الامر مكتمل يعني كلها مساله وقت والحقيقه
الحقيقه هتبان. لو هنري فعلا هو اللي قتل جده فالحرامي يومها سرق كتاب ملعون من المكتبه، واللعنه دي هتطلع بعد منتصف الليل. ساعتها بقى هيعرفوا اذا كان هنري ظالم ولا مظلوم. بيوصلوا هما الاتنين لقصر هنري وكان مضلم وساكت ما فيهوش صوت خالص. فداليان قالت لهوي ان الوقت فات وهنري فتح الكتاب. في الاثناء دي بقى هوي شاف كام جثه مرميه على الارض، اصحابهم ميتين بطريقه فظيعه، ده غير الخراب المنتشر في كل مكان حواليه. وهنا بقى بيظهر لهم كلاون من العدم وبيحاول انه يقتلهم بالسيوف، فهو يتفاداه بسرعه، بعدين طلع سلاحه وضرب رصاصه في نص دماغه وخلص عليه. الغريب بقى ان الكلاون اتحول لتراب مرمي على الارض مش جثه كالعاده. ساعتها بقى داليان قالت له شفت صدقتني اهو كلامي طلع صح، وهنري هو اللي سرق الكتاب الملعون. في الوقت ده بقى بيظهر اسد مره تانية وبيحاول يهجم على هوي، فهوي طلع سلاحه مره تانية وضربه 3 رصاصات في دماغه علشان يخلص عليه، وبرضه هو كمان اتحول للتراب. هنا بقى داليان عرفت هوي ان هنري لما قتل جده سرق من مكتبته كتاب وهم ملعون. الكتاب ده كان بيحكي عن سيرك، وبالتالي الوحوش اللي فيه طلعت وخدت راحتها في المكان. وبعدها فهمته ان كتب الوهم ممكن تحقق لك المستحيل لو انت قريتها كويس وكنت تستحق انك تقراها، انما لو ما تستحقش بقى زي الاخ هنري الحدود بين العالمين هتتلاشى ولعنتها بتلبسك وتسود عيشتك زي ما انت شايف كده بالظبط. علشان كده القضاء على الكتب دي هو نفيها الارشيف دانتليان. وكمان قالت له ان ويزلي عرف مخاطر كتب الوهم على العالم فكرس حياته لجمع الكتب دي وختمها في الارشيف. بعدها بتحكي له ان ليله وفاه جده كان بيفك طلاسم الكتاب ده، بس هنري طب عليه وقتله وخد منه الكتاب وخلع. بيقطع كلامهم ده بقى هجوم من تنين عملاق عليهم كان هيخلص عليهم في ثواني. على طول هو امر داليان انها تطلع تجري للمكتبه علشان تختم الكتاب وتنهي لعنته. على ما هو شتت التنين داليان بتقول له انت كده طعم وممكن يموتك، فقال لها مش مشكله ما دام هحمي العالم زي ما جدي كان بيعمل. ده خلى نظره داليان تختلف وقالت له ناولني المفتاح اللي معاك كده واقرا العهد اللي عليه. فهو قرأ اللي مكتوب على المفتاح وكان سؤال مكتوب فيه هو انت انسان؟ فداليان ردت عليه بانها السماء في القصيص وظهرت له فتحه يحط فيها المفتاح. بمجرد ما هو فتحها اتفتح له مدخل الارشيف جواه ملايين الكتب وهم محفوظين. امينه الارشيف طلعت له الكتاب اللي محتاجه منهم دلوقتي فقرأه بسرعه، وبمجرد ما خلصوا اختفى الشبح ورجع هو والباقي للكتاب. وبكده هو عرف ان داليان هي السماء في القصيص وهي هياها ارشيف دانتليان. نرجع للماضي مره تانية مع امينه المكتبه وهي بتسلم هوي كتابين وبتقول له ان المكان هنا بيجمع خلاصه معرفه العالم في المجالات كلها بحلوها ومرها. بس هوي كان كل تركيزه ليه مديها كتابين مش كتاب واحد، وسالها عن السبب بس رفضت تجاوبه وقالت له انه يخرج بسرعه قبل ما باب الارشيف يقفل عليه. فسمع كلامها وخرج من دانتليان قبل ما يتحبس جواه معاها. نرجع للحاضر مع هوي وداليان بعد ما راحوا لقصر ستيلا اللي بيكون فوق جبل كده لان جدها مات وسايب لها مكتبه كبيره طول بعرض، فهي عاوزاهم يشوفوا اللي فيها ويتمنوها عشان تبيع الكتب اللي فيها. ساعتها هوي سمع صوت موسيقى غريب جاي من برج الساعه فسال ستيلا عليه، فردت ستيلا وقالت له ان جدها صمم البرج ده بنفسه وحط جواه جراس ترن مع جرس الساعه كل ما يعدي ساعه بحيث تعمل الصوت ده على طول. بالليل جه زار هوي وقدم له نفسه وقال له ان ابن عم ستيلا الكبير وهو الوصي عليها، علشان كده بيجي لها كل اسبوع ويجيب لها الاكل والشرب ويدفع لها مرتبات الخدم لانها زي ما انت شايف كده عايشه في مكان معزول بعيد عن الناس، وهي يعني انسه رقيقه على البهدله دي يا صديقي. وبعدها بيقول له ان ستيلا ملعونه وما بيعيش لهاش راجل لانها اتخطبت لاكتر من راجل وكلهم اتقتلوا في ظروف غامضه، ده حتى اهلها ماتوا هم والخدم بتوعهم في ظروف غامضه كمان، ولحد دلوقتي محدش يعرف مين القاتل او حقيقه اللي حصل ايه. بس المشترك بينهم ان كلهم حاولوا يخرجوا ستيلا من القصر، ده خلى ستيلا تعرف انها ملعونه بالكتاب العقيد فقلبوا الدنيا عليه بس محدش قدر يوصل له ولا في المكتبه ولا بره المكتبه، فهو عاوزه يلاقي كتاب الوهم ده وينقذ ستيلا من شره. الموضوع ده اثار فضول هوي فقعد ينكش لحد ما وصل لمجلد فيه زتونه الحوار، فحكى لداليان ان الجرائم دي بدات من حوالي 50 سنه يعني قبل ولاده ستيلا اصلا، وان الحوار بدا بجريمه قتل تمت في ظروف غريبه بعدين حصل وراها 100 جريمه قتل منهم اللي جثته اتلقت ومنهم اللي اختفت، بعدين الجرائم اختفت مره واحده ورجعت تظهر من تاني مع ظهور ستيلا، فجيس متاكد ان كتاب الوهم هو السبب ورا لعنه ستيلا. لكن داليان رفضت الفكره دي بشده وقالت له ان كتب الوهم دي بتديك معرفه ووحوش تنخرب عليك عيشتك، انما حته لعنه تقتل اللي حواليك دي جديده بصراحه اول مره اسمع عنها، فواثق انها مش حقيقه ولا حاجه. هنا هو شاف ستيلا وهي بتتمشى في الحديقه مع جيس فقال لداليان على اللي شافه، فاتصدمت لان شكلهم كده على علاقه ببعض، بس جيس متجوز ومعاه عيال يعني بيخون مراته مع بنت عمه، يبقى علشان كده عاوز اللعنه تتكسر بحيث انه يقدر ينقل ستيلا معاه للمدينه تحت ويفضل رايح جاي عليها براحته بدل ما هو بيشوفها مره كل اسبوع بطلوع الروح. في الوقت ده بقى بتدق الساعه 12 ومعاها اشتغل صوت الاجراس وهوب سمعوا صوت صرخه عاليه فجريوا على بره لقوا وحش كبير شال جثه جيس بين ايده وبيجري بيها لفوق سطح القصر. اما ستيلا فكان باين عليها الجنون لانها سالت عن مكان جيس فهو رد عليها بانه وحش قتله وخد جثته، بس ما اهتمتش بده وكان كل همها ان فستانها ووشها توسخوا بدمه، فقعدت تصيح وتعتذر لجدتها اللي مش موجوده اصلا.
اصلا وتطلب منها انها تسامحها وهي مش هتكرر غلطتها من تاني. الصبح داليان قالت لهوي ان الوحش اللي شافه بالليل ده مش صنع كتاب الوهم فيقدر يخلص عليه بطلقتين لان ده غليم من صنع بشري بمساعده خفيفه من كتب الوهم. وكمان بتقول له ان هو عباره عن وحش ضخم الانسان بيصنعه وبيلقى عليه طقوس ملعونه بتخليه تحت امره وينفذ اوامره مهما حصل. بعدها بتسيبه وبتروح للمكتبه تدور فيها شويه يمكن توصل لكتاب الوهم اللي اتصنع منه الغليم ومنه بقى تعرف مين سيده اللي بيديله الاوامر بقتل الناس. في وسط تدويرها وصلت لكتاب بيتكلم عن اصل عيله جد ستيلا فقالت لهوي ان الجده وعيلتها اتنفوا من ارضهم بعد ما اتورطوا في سلسله قواضي قتل شنيعه. في الوقت ده ستيلا دخلت عليهم وبعد السلام والطيب قالت لهم ان خدم جيس كلهم اختفوا من القصر شكلهم كده والله اعلم خافوا ما ادلهمش رواتبهم فخلعوا بنفسهم. وبعدها بتقدم الاكل لهوي وهي بتترجاه يفضل معاها في القصر وما يسيبهاش لوحدها بس هوي بيقول لها انه هيخلص شغله اللي مطلوب منه هنا وبعدين هيرجع القصر بتاعه من تاني. فستيلا اتضايقت وقالت له حتى انت هتمشي وتسيبني لوحدي وهوب اترمت في حضنه وهي بتغرس سكينه الاكل في جنبه. بعدين كملت كلامها وقالت ان مرات جيس اكتشفت علاقتها بيه فكان هيتمنع من زيارتها للابد فقتلته علشان يفضلوا سوا العمر كله حتى لو كان جثه هامده. هنا بقى الغليم كسر الحيطه ودخل عليهم فهو شاف جثث الخدم موجوده وراه يعني ما هربوش زي ما ستيلا بتقول دول اتقتلوا. هنا بقى داليان قالت له ان مفيش حاجه اسمها كتاب ملعون وان اللي ملعون هنا هي ستيلا نفسها. بعدها قالت له ان ستات العيله دي كانوا بيتولدوا بمرض نفسي وراثي بيخليهم يقتلوا الناس من غير ما يحسوا فستيلا وجدتها كانوا كده وده بيفسر جرائم القتل الكتير اللي كانت محيطه بيهم. هنا ستيلا خدت بالها ان هوي لسه واقف على رجليه فبتقول له انت ازاي جامد كده. على طول هوي بيشيل السكينه من جنبه وطلع لها كتاب كان مخبيه ورا الجاكيت بتاعه وهو اللي اخد الطعنه مكانه. ساعتها داليان كملت كلامها وقالت ان جد ستيلا كان عارف حقيقه مراته وحفيدته وانهم بيقتلوا كل من هب ودب عشان كده استخدم كتاب الوهم في صناعه الغليم ده واداله الامر باخفاء جثث الناس اللي بيقتلوهم علشان سرهم يتدفن معاهم وبما انهم عرفوا السر فبقى لازم يتخلص منهم هم كمان. لذلك داليان ادت الاذن لهوي بفتح بوابه الارشيف فما كدبش خبر واستخدم المفتاح ومد ايده طلع بكتابين واحد استخدمه لصنع درع يحميه هو وداليان من ضربات الغليم والتاني علشان يدمر بيه الغليم نفسه بس الغليم واقف على رجليه من تاني وهو مصمم يخلص عليهم. هنا بقى داليان قالت له ان الغليم لسه بياخد اوامر من سيده ومش هيقف غير لما الاوامر دي تقف علشان كده هو سالها لو في كتب وهم مسموعه مش مكتوبه فقالت له ايوه في كتب مسموعه اتعملت بطريقه برايل علشان المكفوفين. هنا هو يركز مع برج الساعه والصوت الغريب اللي بيطلعه ففهم ان الساعه نفسها هي كتاب الوهم اللي بيدور عليه وهو نفسه اللي بيدي الاوامر للغليم علشان كده استخدم الكتاب التاني في تدمير برج الساعه ومعاه انتهاء اوامر الغليم وتدميره. ده خلى القصر هينهار فوق دماغهم فقرروا انهم يهربوا منه بسرعه بس ستيلا قررت انها تفضل وتموت تحت الانقاض علشان تنهي لعنه عيلتها معاها. نسيب بقى ستيلا ولعنتها المزيفه وننتقل للاطفال دول وهم ماسكين كتاب وهم وبيقولوا ان نظريه نوبل سهله جدا وانهم لو مسكوا العالم بدل الكبار هينجحوه عنهم. في نفس الوقت ده هوي وداليان راحوا مكتبه كبيره يشتروا منها كام كتاب عادي يسلوا نفسهم بيه في وقت فراغهم وهناك بقى قابلوا كاميليا صديقه هوي من الطفوله فهو عرف داليان عليها وقال لها انها كانت بتحب صاحب جده فبالتالي كانوا بيشوفوا بعض كتير لحد ما هي سافرت بره البلد وهو بطل يزور جده. هنا بقى كاميليا خدت بالها من داليان فقالت لها بس يبقى انت البنت اللي وزلت بناها قبل وفاته بحبه حلوين فهو قال لها حاجه زي كده وقفل الحوار بسرعه علشان ما تعرفش حقيقه داليان. بس كاميليا ما فرقش معاها ده قد ما فرق معاها انها تقعد وقت اكتر مع هوي فعرضت عليه هو وداليان انهم يجوا يشربوا معاها الشاي وياكلوا الكيك في قصرها وداليان نقطه ضعفها الشاي بالكيك يا صديقي فقالت لهم يلا بينا مستنيين ايه. هناك بقى كاميليا قالت لهوي انها واقعه في ورطه ومحتاجه خدمه صغيره منه بما انه ورث مكتبه جده وبعدها حكت له انها فتحت حضانه على قدها تعلم فيها الاطفال والدنيا كانت تمام لحد ما ميلدريد دخلت في الحوار فعملت هي كمان لنفسها حضانه خدت فيها كام طفل واديتهم كتاب غريب المفروض انه هيخليهم اذكياء جدا لدرجه انها كل ما تشوفها تتفشخر وتقول لها انا معايا كتاب هيخلي الطفل ذكي من مفيش. الغريب بقى ان بعد فتره بسيطه ميلدريد حالها اتشقلب وما بقتش عارفه تجاري ذكاء طلابها ده خلاها تفهم ان اللي معاها ده كتاب وهم فمحتاجه مساعدتهم في التخلص منه. هنا داليان اتكلمت وقالت ان الكتاب اللي وقع في ايد ميلدريد ده كتاب استذكار بيرجع اصله ل 2600 سنه فاتوا بس هي معاها النسخه الاصليه منه فمش فارقه معاها النسخه دي في حاجه. رغم كده هو يصمم انه يروح يشوف الكتاب بنفسه فكاميليا وصلته لمكان الاطفال وسابته يدخل هو وداليان لوحدهم ويتعاملوا معاهم. الاطفال بمجرد ما شافوهم عرفوهم وعرفوا انهم مديرين ارشيف دانتليان فقالوا لهم خدوا الكتاب كده كده ما بقاش فارق معانا في حاجه وبعدها قالوا له انهم كانوا ناويين يحتلوا العالم بعلمهم بس لقوا ان الحوار مش جايب همه فهيقعدوا في حالهم كافيين خيرهم شرهم. فداليان قالت له ان كل ما ذكاء الشخص بيزيد كل ما بيكبر مخه عن اللي هيتعب له دماغه من غير فايده علشان كده قالت له ان الكتاب مش مهم بالنسبه لها لان الطلاب كده كده كانوا هيتخلصوا منه. فبكده بقى هو يولع في الكتاب من سكات وساب البنتين يتعرفوا على بعض وراه. بالليل هو بيشوف داليان وهي بتسقي نبته غريبه في المشتل عندهم فقالت له ان دي نبته نادره مستورده من
افريقيا بتطرح كل 13 سنه مره. بيقطع كلامهم جرس الباب، فراحوا يفتحوا لقوا راجلين طول بعرض بيسالوهم عن ويزلي. فهو قال لهم ان ويزلي كان جده وانه توفى من كام شهر وهو اللي ماسك مكانه دلوقتي. فالراجل ما كدبش خبر، وفي ثانيه الا ثانيه كانوا هاجمين على الاتنين ومربطينهم في كراسي جوه المكتبه. وبعدها كلوا دماغهم من كتر الاسئله عن كتاب اسمه ملكه الليل، وقالوا لهم انهم مش هيخرجوا من القصر غير والكتاب ده في ايديهم حتى لو وصلت انهم يخلصوا عليهم، لان ويزلي صرف عليه نص ثروته، فاكيد الكتاب ده قيمته غاليه وهم هياخدوه ويبيعوه في السوق السوداء. هنا دليان اتعصبت وسالت هوي عن مسدسه اللي ما بيشيلوش من جيبه، فقال لها انه ما بيشيلوش معاه لما بيكون في القصر. فبتقول له يا خيبتك يا عمنا، ما جدك اتقتل في القصر ده يا ابني، واديك مربوط زي الديك الرومي في نفس ذات القصر. هنا الحراميه كانوا جابوا اخرهم، فواحد منهم نزل يدور على الكتاب في الفناء راح ما رجعش، فالتاني راح وراه يشوفه غطس فين، بس لقى كتاب بينور موجود جوه نبته عند الزرعه، فقرب منه وهوب اتبلع جواه هو كمان. في الاثناء دي هوي وداليان كانوا قدروا يفكوا نفسهم، فجروا على الفناء بسرعه بس ملوش حد، وحتى الكتاب نفسه ورقه كان بيقع. هنا بقى داليان قالت لهوي ان النبته دي هي نفسها ملكه الليل، وانها بتطرح كل 13 سنه كتاب، لا تلحق تقراه ولا ما تلحقش، انت وحظك بقى. الاهم بقى ان النبته دي ما بتعتمدش ولا على ميه ولا على شمس في اكلها، لانها بتعتمد على الدم، فبما انها طرحت محصولها فكان لازم تاكل علشان تجهز نفسها للمحصول اللي بعدها. فلما الحراميه دخلوا لها اكلتهم وقفلت على نفسها وقفلت كتابها معاها، يعني علشان يقراوه محتاجين يقعدوا 13 سنه تانيين. في نفس الوقت ده كان الراجل الطيب ده قاعد في حاله بيكتب على الاله الكاتبه، لحد ما دخلت عليه واحده وقالت له انت وفيت بوعدك معايا فانا لازم اوفي بوعدي معاك، وهوب مسكت السكينه وخلصت عليه بيها. نرجع لداليان وهي بتصيح له انه جاب لها جزئين من 3 كتب من غير ما يجيب الجزء الاخير بتاعهم، فهي فضلها هيموتها دلوقتي وتعرف نهايه القصه ايه. فهوي بيقول لها ان ليني كاتب الثلاثيه مات مقتول قبل ما يكمل الجزء الثالث من الثلاثيه. الغريب بقى ان ليني كان بعت رساله لجده قبل ما يموت بيطلب منه فيها انه يلحقه لان كان في كتاب حبسه جواه. داليان سمعت الكلمتين دول من هنا فلمت العده وقالت له يلا بينا على ليني نشوف الكلام على ايه. وهناك بقى قابلوا باولا مرات لينتس، كانت واقفه قدام البيت، فهو عمل نفسه عبيط وما يعرفش ان ليني توفى، وقال لها ان ليني كان صاحب المرحوم جده، فهو جاي قبله علشان يناقش معاه حوار ما. بس باولا قالت له ان ليني مش موجود دلوقتي، لكن هو شاف دخان الدفايه طالع من مكتبه وشاور لها عليه، لذلك لمت الموضوع بسرعه وقالت له ان ليني ما بيحبش يقابل زوار وهو بيكتب، فيا خساره هو سهران طول الليل يا عيني بيكتب في الجزء الثالث من الثلاثيه بتاعته، فللاسف مش هتقدروا تقابلوه دلوقتي، فخدوا لكم لفه وارجعوا بكره ان شاء الله يكون فاضي. وبعدها بتقول لهم انها مراته فهتسيب ليني خبر انهم جوله. ساعتها داليان عينيها وقعت على اهداء كتاب ليني اللي معاها، فقالت لهوي انه كاتب نعي للمدام بتاعته، وبالتالي الست اللي قابلتهم دي مستحيل تبقى باولا مراته زي ما هي بتقول. هنا هوي خد باله ان السكينه اللي باولا كانت سايباها في جردل الميه كان عليها دم، عشان كده مشى هو وداليان بسرعه. بس رجعوا تاني بالليل لما باولا دخلت البيت، فدخلوا المخزن وهناك شافوا جثه ليني منوره قدامهم. ساعتها داليان شاف البنت في زنزانه، فبعد السين والجيم عرفوا انها لاتسيا عشية ليني، فهو حب يعمل موقف رجولي معاها وينقذها، بس لاتسيا رفضت انها تهرب معاه وقالت له امشي وارجع تاني بكره، بس علشان تنقذ ليني مش عشان تنقذني انا. ده خلى الثنائي مش فاهم حاجه، ازاي هينقذ ليني وليني ميت قدامهم، وازاي باولا عايشه وليني قال انها ماتت في كتابه. المهم بيمشوا وفي الطريق بقى داليان قالت لهوي ان ليني قال لهم في رسالته انه محبوس في كتاب، فمش بعيد الكتاب ده يطلع كتاب وهم وساعتها هيجي دورهم في تحريره منه، علشان كده رجعوا تاني الصبح. بس المره دي بقى باولا استضافتهم ودخلتهم البيت جوه، ومش بس كده لا دي خدتهم وراها لمكتب ليني. الغريب بقى انه كان مقفول بقفل كبير مفتاحه مع باولا، ففتحت لهم الباب وساعتها شافوا ليني اللي كان جثه امبارح قاعد على المكتب قدامهم بيكتب كتابه التالت، فاستغل ان باولا واقفه بعيد عنهم شويه علشان يكتب لهم على الورق انهم يرجعوا تاني بالليل علشان ينقذوا لاتسيا من المخزن ويفكوه منها. عشان كده داليان عملت حركه خبيثه وخلته يوقع لها على كتابها، ومن خلال مقارنه توقيعه بتوقيع اللي بعت لهم الرساله اتاكدت انهم نفس الشخص وان الاتنين ليني، فمشوا على طول ورجعوا بالليل زي ما ليني قال لهم. بس وقتها لقوا ان لاتسيا هي اللي ميته على الارض المره دي، فداليان قالت له ان الكتاب ده بينه كتاب تبادل الارواح. هنا بقى ليني دخل عليهم ووراه باولا، وقبل ما يفهموا اللي بيحصل ضربت رصاصه في رجل ليني، وبعدها قالت لهم لسه رصاصه واحده بس مين فيكم هياخدها يا حلوين. فهو ساب سلاحه ودخل هو وداليان الحجز علشان يساوموها على حياتهم. بعدها بقى قال لها انه عمل تحقيق سريع عنها عرف من خلاله انها مهووسه بليني وكتاباته، ده غير انهم شاكين انها السبب في اختفائه اصلا. فباولا قالت له ان ليني ليه علاقات نسائيه كتير كانت اهمهم لاتسيا، فهي قررت تساومه عليها علشان يطلع لها تحف فنيه من ايده الحلوين دول، بس حتى ده فشل انه يعملها ويديها نهايه خرافيه للثلاثيه بتاعته. علشان كده قررت انها تنتقم منه بتبادل الارواح، هو يموت لاتسيا تعيش، لاتسيا تموت هو يعيش، وهكذا بقى شغالين ليل نهار تموت فيهم بالتبادل. هنا داليان قالت له ان كتاب الوهم اللي معاها ده خطير وما ينفعش يكون موجود هنا لانه بيخل بقوانين الطبيعه. الاهم بقى ان الاتنين هيفضلوا في دايره مغلقه تحت رحمه باولا، لان لو واحد
واحد فيهم هرب وعدى على اللي ميت يوم كامل هيتعفن وينتهي امره للابد. علشان كده باولا بتبدل بينهم كل واحد منهم يوم. هنا بقى باولا اتجننت وفضلت تضرب نار عليهم بشكل عشوائي لحد ما الكتاب وقع من ايديها. ساعتها الاتنين قوموا اللي بيحصل لهم وقاموا علشان يتحدوا في روح واحده ويخلصوا عليها بطريقه شنيعه تليق بيها. وبكده التلاته خلصت حكايتهم واللعنه اللي على روحهم اتكسرت بوفاتهم سوا. فطلع هوي وداليان من الزنزانه وخدوا الكتاب معاهم علشان يعينوه في الارشيف. نسيبهم احنا هناك بقى ونروح مع الساحر الغريب ده، وهو بيقول لفيولا بنته اللي نايمه في اوضه اغرب انه بيعمل عليها تجربه تحفه هتخلي الغريب والقريب يجروا وراها. تاني يوم بقى هوي اتفاجئ بشاب دماغه لاسعه بيخبط عليهم وراسه الف سيف انه ياخد منهم كتاب وهم علشان فيولا حبيبته ترضى عنه. فالاتنين بصوا لبعض كده وقالوا له رجلنا على رجلك، يلا بينا نشوف فيولا دي بنفسنا. بمجرد ما وصلوا داليان قالت لها انت ايه حكايتك يا غاليه؟ كل شويه يجي لي راجل عاوز كتاب وهم باسم شاكل علشان ينول رضاكي، ما تتهدي بقى. ففيولا اعتذرت لها انها قلقت منامها وقالت لها انها عارفه هوايتها وانها داليان حارسه دانتليان. فداليان استغربت وسالتها تعرفيني منين؟ بس فيولا قالت لها ان ذاكرتها ممسوحه ومش فاكره غير اخر 3 سنين من حياتها وشويه معلومات بسيطه كده عن كتب الوهم وعنها. هنا ظهر كيان من العدم، حاول هو انه يخلص عليه بس فشل. الكيان نفسه ما اهتمش بيه ووجه كلامه لفيولا وهو بيقول لها تحضر نفسها لان الكونت قرب يوصل لها، وبعدين بيسيبهم بيختفي زي ما ظهر. ففيولا قالت لهم انها ما تعرفش حاجه عن الحوار ده او مين الكونت ده اصلا، بس الاكيد انها من جواها عارفه انها محتاجه ال5 كتب بتوع الوهم اللي قالت لهم عليهم علشان تحمي نفسها من شر الكونت واتباعه وتفضل في البلد هنا. فداليان سالتها عن سبب تمسكها بالبلد دي، بس فيولا نفسها ما كانتش تعرف سبب منطقي لغربتها غير انها احساسها بيقول لها خليكي هنا. ليله اكتمال القمر الدموي بقى ال5 شباب اللي فيولا طلبت منهم الكتب جم وكل واحد في ايده كتاب اللي طلبته منه، فجروا كلهم عليها علشان يسلموها طلباتها. هنا بقى الكونت دخل لهم دخول رايق بيسبب حرايق وهو بيقول لها انت فاكره انك هتهربي مني بال5 كتب العبط دول؟ بعدها بيطرقع ايده كده وبيخلص على كل الرجاله اللي واقفين تحت رجليها كوام كوام. ساعتها فيولا افتكرته وافتكرت ان ابوها وانه باعتها هنا علشان يثبت تجربته اللي عملها عليها. في الاثناء دي بقى داليان حللت الموقف وقالت لهوي ان اللي كنت يبقى ساحر اسود بيستخدم السحر المحرم علشان يحقق بيه رغباته، وبالتالي قوته ملهاش دعوه بكتب الوهم ولا حاجه، فسحره بيبقى في اقصى قوته وقت اكتمال القمر. هنا فيولا خرجت من جلدها حرفيا واتحولت لوحش من الوحوش الكونت. فالكونت قال ان فيولا مش انسانه وانها وحش من تسخيره صنعها علشان يشوفها تقدر تجذب بشر قد ايه ليها وهيكونوا مستعدين يعملوا ايه علشانها. بس فيولا خرجت عن طوعه وحبت حياتها كانسانه، فكان لازم يقطع التجربه دي ويرجعها تحت طوعه من تاني علشان يشرحها ويعرف سبب اللي حصل لها ده ايه. في الاثناء دي داليان منحت الاذن لهوي انه يدخل الارشيف، فجاب له كام كتاب كده حارب بيهم الكونت لحد ما فقد الشغف فمشى وسابهم على وعد بلقاء مره تانيه. تاني يوم الشرطيه ميبل قفشتها له وفلام وهم بيلفوا بالموتوسيكل في كل حته في البلد. فكلمه منهم على 10 منها عرفت انهم بيدوروا على شاب ما يعرفوش شكله ومعاه بنت صغيره على صدرها قفل مفتاح زي فلام كده. بعد كده هال عرفها بنفسه وقال لها انه ظابط حرق الكتب ولازم يلاقي الاتنين دول ضروري، بس ميبل ما كانتش عارفه هما بيتكلموا عن مين بالظبط فاخدتهم معاها لبيتها. هناك بقى هال قال لها ان من بعد الحرب في حوالي 80 راجل من الرحاله اختفوا فهو جاي يحقق في الموضوع هنا، بس ميبل قالت له انها ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. في الاثناء دي بقى اخت ميبل بتشوفهم فبتصرخ في وشهم وبتأمرهم يخرجوا بره بيتها، بس ميبل هزقتها وطلعتها اوضتها على طول. بالليل بقى هال خد بعضه وراح يتمشى في انقاض المدينه اللي اتحرقت في الحرب. وقتها جات له بنت حلوه وحاولت تقنعه انه يتمشى معاها، فاستغرب هال جدا لان مش منطقي بنت زيها تكون موجوده في الوقت ده هنا، علشان كده واجه الشكوك اللي كانت جواه وهوب البنت دي هجمت عليه. على طول هال بيدافع عن نفسه لحد ما خلع لها دراعها وساعتها اكتشف انها روبوت فخلص عليها قبل ما هي تخلص عليه. بعدها رجع للبيت علشان يجيب فيلام. ساعتها البنت الصغيره قالت له ان كل الرحاله اللي جم هنا قبله ما رجعوش البلد مره تانية، فخد فيلام وراح بيها للمصانع المهجوره وهناك شافوا روبوتات بتصنع روبوتات غيرهم. فهل قال لفيلام ان دي عرايس معموله بالمفصلات علشان تقدر تتحرك بالسحر الاسود وان اللي صنعهم عايز يقتل البشر بيخلي العروسه شبهه ويطلعها مكان في المدينه تعيش فيه. هنا بقى ميبل وصلت فهل وجه كلامه ليها وقال لها انه قفشها من اول دقيقه وعارف انها قابلت البنت اللي بيدور عليها. فميبل حكت لهم ان المدينه لما اتحرقت محدش نجا منها غيرها هي واختها، فقعدت تعيط شويه كده لحد ما البنت دي جت لها وادتها كتاب وهم يخليها تقدر تتحكم في الدميه زي ما هي عايزه. فهي بقى خلتهم يحلوا محل الناس اللي ماتت في الحرب وبكده الكل يعيش سعيد. هنا بقى هال حكى لها عن اللي حصل معاه عند الانقاض وان الدميه بتتجنن لما حد غريب يوجه لها سؤال وبتهجم عليه وبتقتله، وده سبب اختفاء كل الرحاله اللي جم للبلد هنا. ميبل ما قدرتش تتقبل الحقيقه وانها المفروض تسيب الواقع ياخد مجراه وتلم عرايسها من البلد، فامرت عرايسها انهم يخلصوا على هال وفلام. علشان كده هال ما كدبش خبر واستخدم مفتاحه وفتح فلام علشان يطلع منها الكتاب، وبعدها ثبته في صولجان علشان يستخدمه كوقود ليه، وبحركه واحده منه ولع في كتاب الوهم اللي في ايد
ميبل ومعاها عرايسها وذكرياتها عنهم، وبعدها رجعها لاختها وطمنها انها بقت بخير، واما تصحى ان شاء الله مش هتفتكر حاجه من اللي حصلت معاها. نسيب البلد دي ونروح لمكان تاني خالص مع فانس الشاب الجنتل ده، وهو بيهزق نوز من تحت لتحت كده انه كان قاسي المره دي وهو بيقتل الناس. فنوز قاله ان ريحتهم كانت وحشه قوي المره دي علشان كده قتلهم. ففانس سامحه ورمى سجارته كده على البارود علشان يمحي اثر الجريمه. نرجع لهوي وداليان وهما بيشتروا عيش من الفرن. وقتها فيونا جت تجري عليهم وهي بتقول لهم الحقوني، ابوس ايديكم دول عايزين يخطفوني. قبل ما يفهموا في ايه كان في 2 حراس داخلين وراها، فهوي حماها منهم بسرعه. علشان كده فامينيا والدها شكروا جامد. بعدها قالوا انه مدير اكبر مصنع للعطور في كيا بلد، وان فيونا هي اللي بتصنع التركيبات دي بنفسها. وكمان قالوا انهم شغالين في المجال ده بقالهم سنين كتير، تحديدا من يوم ما جده وقع على كتاب الهمه انه يصنع العطور. بس جده رفض يديله هو الكتاب وسلمه لفيونا علشان تصنع هي العطور بنفسها. هنا بقى الخادم جه وقال لفامينيا ان ضيوفه من عيله بردوك مستنيينه بره، علشان كده استأذن وساب الثنائي لوحدهم. ساعتها هوي قال لداليان ان بردوك دول في العلن معروفين انهم بيديروا التجاره، بس في الواقع هم بيتاجروا في اي حاجه حرام، يعني من الاخر كده عصابه بس مودرن شويه. هنا بقى فيونا وصلت لهم فقعدت تحكي لهم انها بتحب صناعه العطور ونفسها تصنع عطر اول ما تشم وتحس انك فرحان. فداليان قطعت كلامها وقالت لها ايوه يعني فين برضو كتاب الوهم اللي خلاك تعملي الضجه دي كلها. في الاثناء دي خبط عليهم واحد حالته بالبلا وفضل يترجى فيونا انها تديله ريكيكو باي تمن تطلبه منه. ففيونا استغربت جدا وسالته يعرفوا منين، فضحك كده وقال لها ان بردوك بيخططوا انهم يخلصوا من ابوها، علشان كده طلعت تجري على مكتب ابوها بسرعه فلقته ميت هو وحراسه. ساعتها قام واحد من البردوك وقال لها انه حس بالسعاده الكامله لاول مره في حياته لما شم عطر ريكو اللي صنعته بايديها الحلوين دول. ففيونا قالت له كذاب، ده محفز للخلايا العصبيه علشان يخليك مجنون مش اكتر ولا اقل، وانها صنعته بالغلط. هنا بقى فانس طلع عليهم بطلته البهيه وقال لها انه وصل لوصفه ريكو خلاص، فمش لازم تتعب نفسها وهو هيخلص عليها من سكات، وبعدها يصنع الوصفه باسم عيلته ولا من شاف ولا من دري، لانهم هيخلوهم يغلوا المخدرات كلها من السوق ويبدلوها ببرفان ترش الدوخ. علشان كده هو يتدخل في الموضوع وحاول يدافع عن فيونا. ساعتها بقى اكتشف ان الريكو ده مش بس بيغيب عقلهم، لا ده كمان بيمحي شعورهم بالالم. هنا بقى الشاب ده هاجم عليه بالسكينه وهوب فيونا وقفت ما بينهم وهي اللي اتطعنت بالسكينه. وقتها رمت نوع برفان تاني في الجو قدروا انه يخليهم يحسوا بالالم اضعاف مضاعفه. فالشاب اللي هاجم عليهم بقى يصرخ من الوجع، علشان كده فانس حاول انه يتدخل بس فيونا رمته بماده منومه خلته يريح. في الوقت ده بقى داليان سمحت لهوي انه يدخل المكتبه يجيب منها كتاب بيشفي جروح المرضى علشان يساعد بيه فيونا. ده بقى خلاها تفهم ان داليان هي امينه دانتليان، فراحت تجيب لها الكتاب على طول. بس اتفاجئت ان بردوك سرقوه، علشان كده خدرت هوي وداليان علشان تروح تنتقم من عيله بردوك كلها وتدفن سر الكتاب وسر ريكو معاهم في القبر. بس طلعت من المعركه دي متصابه اصابه خطيره ادت لوفاتها. تاني يوم بقى كاميليا راحت لهم القصر وكعربون محبه منها لداليان جابت لها كيكه. ساعتها بقى شافت داليان وهي بتتفرج على كتاب مزاد قديم كانوا بيبيعوه في كتبهم، فسالتها عن اكتر واحد عجبها فيها. ولما داليان ردت عليها ووريتها شكله، كاميليا قامت طالبه من هوي انه يديها اي حاجه معاه بسرعه، فاداها دبوس ورق على طول. قامت واخداه وطلعت تجري على بره من غير ما يفهموا فيه ايه. بعد كده راحوا لصاحب المكتبه اللي بيشتروا منها الكتب، فحكى لهم انه وقع تحت ايده كتاب وهم لقطه وكان ناوي يديهولهم، بس في بنت بشعر اصفر جات له وخدته مع كتابها بالغلط. فالاتنين خمنوا في نفس اللحظه ان هي كاميليا. في الطريق داليان قالت له ان الكتاب اللي كاميليا خدته معتمد على المقايضه بالقيمه، بمعنى انك هتديله حاجه هيبدلها بحاجه تانية ليها نفس القيمه وهكذا. الاغرب بقى ان القيمه بالنسبه للكتاب مش بقيمته الماديه، لا ده بقيمته المعنويه عند الشخص. ففي حاله يعني انك عاوز حاجه معينه بشكل قوي بس معكش حاجه تكافئ قيمه الحاجه دي عندك، هتعمل ايه؟ في اسوأ الاحوال هتقيد روحك بالحاجه دي. علشان كده بقى فضلوا يتتبعوا مسار كاميليا من خلال الحاجات اللي فضلت تعمل لها مقايضه من واحد للتاني للتالت، لحد ما عرفوا انها راحت لقصر فيلو، وده بقى راجل شراني بيحب يجمع التحف بابخس الطرق. في نفس الوقت ده كاميليا اتكلمت مع فيلو وقالت له انها عاوزه الدبدوب اللي عنده. ايوه بالظبط كده، هو نفس الدبدوب اللي كان هيطلع من عند داليان. ففيلو قال لها انه من اغلى التحف عنده، فبالنسبه له اغلى من حياته، فمعاها ايه بقى تعرضوا عليه عشان تاخده. هنا بقى الثنائي طب عليها، فكاميليا طلعت لهم بالدب وهي مبسوطه انها قدرت تجيبه لداليان، وحكت لهم انها بدلت الدب بكتاب الوهم اللي كان معاها. وفيلو وافق ياخده لما عرف انه هيخليه ياخد اي حاجه يعوزها بالمقايضه حتى لو قيمتها اعلى من قيمه اللي هيديهوله. فسابوه يشبع بطمعه ورجعوا هم لبيتهم بعد ما اطمنوا ان كاميليا عدت منها بخير. في الوقت ده بقى بيجي لهم شاب بيطلع اغصان بتولع في اي حاجه بتلمسها من ايده. بعدها خد نفسه وقعد مع هو يحكي له وقال له انه بيحب لينا بنت الحسب والنسب، فعلشان يوصل لها استعان بكتاب الوهم ده. بس السحر اتقلب على الساحر والكتاب طلع اغصان على جسمه وعماله تنتشر اكتر واكتر. هنا بقى داليان اتدخلت وقالت ان الكتاب ده كتاب العلاقات وانه مقسوم نصين، نص مع الشاب ده والنص التاني اكيد مع لينا. فالشاب فعلا اكد على كلامها وقال انه قابل لينا اصلا بسبب وجود النص التاني من الكتاب معاها، فاتجوزوا
وعاشوا في تبات ونبات لحد ما في يوم بنت وقعت قدامه فمد ايده يساعدها، بس لينا اعتبرته خاين واقامت عليه الحد، فبدات الاغصان دي تطلع على جسمه. ساعتها بقى داليان بتقول له ان مفيش حل للمشكله دي غير موته. في نفس الوقت ده لينا وصلت وشافت حبيبها قاعد في الاوضه ومعاه كاميليا وداليان، فشطت اكتر من الغيره وقالت له يا خاين بتخن مره تانية. فالكتاب ما كدبش خبر والاغصان زادت حوالين الشاب لحد ما ولعت في الحي كله. فلينا هديت وادت كتابها لهوي علشان يتخلص منه على طريقته. بالليل بقى داليان بتقول لهم ان الشاب عشان يكسر التعويذه كان لازم لينا تحكم عليه بالموت، فالعقد اللي بينهم يتكسر ويبقى باطل. ساعتها بقى هي هتقدر ترجعه بكتاب وهم التاني معاها، وفعلا يا صديقي بينقذوه وبيقدروا انهم يرجعوه من تاني. تاني يوم بيروح الثنائي لقلعه ميشيل يدوروا فيها على اي حد حي، بس ما قابلهمش غير الانقاض والغربان، فاستغربوا ورجعوا بيتهم من تاني. في نفس الوقت ده بقى كان في بنت اسمها ايلا قعدت تجمع الزهور والاعشاب، بعدها راحت اديتهم لراجل من سكان القريه وقعدت عنده بالورد تستنى رجوع تيتو حبيبها من السفر. ساعتها لمحت داليان وهوي بالصدفه فاستغربت لان لبسهم مش شبههم. هنا عمها جون رئيس المحاربين جه سحبها من ايديها وراه علشان يرجعها لجدتها، فايلا حست ان في حاجه غلط فدحلبت عمها في الكلام كده لحد ما عرفت منه ان في حد مات وانهم هيعملوا اجتماع لكبار اهل القريه، علشان كده هربت منه على امل انها تعرف ايه اللي بيحصل بنفسها. وبرغم كده جون وصل ووصلها لجدتها، وبعدها قال لها ان قريه ميشيل اتسوت بالتراب، بس الاغرب من كده ان الناس اللي كانوا فيها كلتهم الحشرات. فايلا قالت لهم ان السكان هناك اختفوا بسبب البجايم، فجون كمل على كلامها وقال لها انهم ما يقدروش يهزموا البجايم لوحدهم رغم عددهم وقوتهم واسلحتهم، علشان كده عاوز ياخد الياكيستو من الجده اوتا. فاوتا زعقت له وبعدها امرته ياخد جنوده ويمشي، وبكره يبعت لها واحد من كبار القريه ياخده منها. بالليل بقى اوتا قالت لايلا ان الياكيستو لو استخدم غلط بيسرق الارواح بدل ما يساعدها، وبعدها قالت لها فكك من تيتو ده دلوقتي خالص وركزي معايا انا، انت هتروحي للشجره البيضاء اللي في الغابه اللي كنت منعاكي تقربي منها زمان علشان تجيبي لي نص محصولها، بشرط انك تكوني لابسه جوانتي وتولعي فيه بمجرد ما ترجعي. على طول ايلا بتجري على الغابه لحد ما وصلت للشجره، بس داليان شافتها فقالت لهوي ان النبات ده سام جدا لدرجه انك لو لمسته من غير تجهيزات هتروح فيها. في الوقت ده كانت ايلا خلصت جمع المحصول وقلعت الجوانتي وولعت فيه زي ما اوتا بلغتها بالظبط، وبعدها قالت لداليان انهم هيحطوا النبته دي على راس الاسهم وبعدها يستخدموها في قتل البجايم. فداليان حذرتها وقالت لها ان النبته دي مش هتفيدهم لان البجايم خطرين والمفروض لما يشوفوهم يهربوا مش يقفوا يواجهوهم كانهم بيتحدوهم، وبعدها كل واحد فيهم بيروح لحال سبيله. فايلا رجعت لجدتها علشان تسلمها النبته وتروح تدور هي على حبيبها، عشان كده اوتا اديتها ازازه وقالت لها تديها لتيتو وتقول له انه لو حس بخطر وحد هجم عليه يفتحها ويرميها في وش عدوه. فجريت ايلا على البلد بسرعه بس الوقت كان فات والبجايم وصل وعمل عمايله فيها وزياده كمان، وبرغم كده ايلا كملت طريقها ودخلتها علشان تدور على حبيبها. ساعتها حشره من البجايم شافتها وكانت هتهجم عليها فحدفت عليها الازازه اللي اوتا ادتها لها بسرعه، فزي ما داليان قالت لها بالظبط النبته دي مش هتفيدهم في حاجه ضد البجايم. على طول هوي بيتدخل وبيساعدها تبعد عن البجايم، وبعدها قال لهم انهم اتخلصوا من اغلبها، اما اهل القريه فخدوا عربيات وهربوا في اتجاه الجبل. في الوقت ده بقى داليان شافت رمز جاليليا موجود على الكتب اللي في البلد، فقالت لهوي ان ده سبب جذب الحشرات للمدينه وده معناه ان اهل البلد لسه في خطر، فجريوا على هناك بسرعه. وقتها ايلا شافت جون وهو رافع سلاحه في وش اوتا وبيتهمها بالتقصير لانها لو كانت اديت له السم لما كان عندها كان زمانه قتل بيه البجايم وخلصت الليله. على طول ايلا بتتدخل وبتقول لهم انه ما كانش هيفيدهم بحاجه وانها جربته بنفسها، فهو اتدخل في الحوار وقال لهم ان البجايم انجذبت للكتب اللي عندهم فهو جه ينتقم منهم. هنا بقى البجايم بتكون وصلت لمكانهم فوق الجبل، فداليان ادت الاذن لهوي بسرعه وسابته يدخل الارشيف علشان يجيب كتاب يقضي بيه على البجايم ويحمي اهل البلد من شره. ده خلى اهل البلد يفتكروهم سحره، بس هو يوضح لهم انهم جايين هنا من عالم تاني علشان يساعدوهم ويتخلصوا من مشكلتهم علشان يحافظوا على التوازن بين العالمين. فايلا ترجتهم انهم يفضلوا شويه كمان يعلموهم علمهم ويدوهم كمان كتب الوهم، بس داليان رفضت وقالت لها نتقابل مره تانية قريب لما تكوني مستعده ما تخافيش يعني. وبكده بيرجع الثنائي لعالمهم، اما ايلا فلقت تيتو واطمنت عليه اخيرا. في الاثناء دي بقى داليريو كلم كريستابيل وقال لها تجهز نفسها وتلبس الحته اللي على الحبل علشان هيخرجها خروجه ما حصلتش تشوف من خلالها ازاي الناس عايشه بره ومبسوطين، فهي سابت الحوار كله وعلقت عند مبسوطين دي. نرجع تاني لهوي وهو في الحديقه مع داليان وبيحاول يعزف على الكمان لحد ما داليان هزقته علشان عزف هباب وبيطلع نشاز بيوجع الودان. هنا كريستابل ظهرت وراهم من العدم وهي بتطلب من هوي يديها الكمان، وداليريو جوزها وصل واعتذر لهم عن اللي بيحصل وخد الكمان من هوي بحجه انه يصلحه، وبعد كده اداه لكريستابل عشان تجربه فخدته منه وجربته ل3 ثواني وحش، وبعدها عزفت لهم معزوفه تحفه لدرجه ان الناس اتلمت حواليهم وما بقوش مصدقين ان اللي قدامهم دي كريستابل. فداليريو اتوتر جامد ووعد هوي انه هيرجع له الكمان بتاعه في اقرب فرصه، وبعدها خد مراته وخلع. ده بقى حرك فضول هوي فقعد يفرك لحد ما عرف ان كريستابل عازفه مشهوره لانها بتعرف تعزف معزوفات بالديني، ده بقى ملحن مشهور جدا من القرن ال18. قال
الف كام مقطوعه كده يا صديقي يخلوك تقطع شرايينك، ولا تامر عاشور في عزه. بس من ضمن مقطوعاته دي كلها ما تبقاش غير 2 اشهر وامهر العازفين ما يقدروش يفكوها ويعزفوها، ده غير انهم ما طولوش وماتوا بشكل غريب، والمعزوفتين نفسهم مفقودين. علشان كده بقى ده مخلي كريستابل رمز في جيلها، لدرجه ان في ناس مستعده تدفع ثروتها كلها علشان تستمتع بعزفها. فهو يستغرب جدا لان كريستابل شكلها مش من النوع اللي ممكن يستغل موهبته علشان الفلوس. اما داليان فكان ليها نظره مختلفه بان المقطوعتين المفقودين دول واللي اكيد مع كريستابل يبقوا في الاصل كتابين وهم. علشان كده قعدت تفرك لحد ما عرفت ان كريستابل عامله حفله قريب، فراحت هي وهو علشان يحضروها وبالمره ياخدوا الكمان بتاعهم والمقطوعتين فوق البيع. هناك بقى الاتنين شافوا داليريو وهو بيتسحب فمشوا وراه لحد ما دخل اوضه ضلمه، فدخلوا وراه وهوب هجم عليهم واحد ربطهم هما الاتنين. وقتها كريستابل نزلتهم من فوق وقالت لهم انها ناويه تعزف معزوفه من الاتنين النهارده علشان عايزه تفرح جوزها. وبعدها قالت لهم ان داليريو عمل لها الصديق الآلي ده علشان يساعدها على المسرح. هنا بقى داليريو دخل واتصدم لما لقاهم مربوطين، فحاول يفكهم بسرعه وهو بيترجاهم ياخدوا كريستابل ويهربوا بيها من المسرح قبل ما الحفله تبدا. في نفس الوقت ده بقى مدير المسرح جه وقال لهم على فين يا حلوين، ده انتوا ضيوف الليله، فلازم تسمعوا مقطوعه بالديني بنفسكم مع باقي الجمهور اللي فوق ده. اصلها مقطوعه غير اي مقطوعه، دي معزوفه هتخليك مدمن درجه اولى، لانها بتخلي اللي يسمعها مره عاوز يسمعها تاني والتالت ورابع، لدرجه انه بيكون مستعد ينفذ اي امر تقوله ليه مقابل انك تسمعها له تاني. وبعدها بيكمل مخططه الشرير بانه هيفضل يخلي كريستابل تعزف المعزوفه يوم ورا التاني لحد ما يخلي كل سكان القريه بالملك نفسه يبقوا زي الخاتم في صباعه وتحت طوعه. بعدها بقى بيفجر لهم المفاجاه اللي بجد وبيقول لهم ان كريستابل اصلا عباره عن آلة من صنع داليريو هدفها كله انها تعزف طول حياتها. ده عصب داليريو، فقال له انه لما صنعها كان هدفه انه يخلي عندها اراده كامله مش لعبه تحت ايده يستخدمها عشان يسيطر على العالم. فالمدير اتعصب وضربه بالرصاص موته. علشان كده داليان قالت لكريستابل ان داليريو مات ومفيش حاجه تقدر ترجعه للحياه من تاني. هنا بقى بيكون بدأ العرض وطلعت كريستابل على المسرح. اما المدير فلم رجالته علشان يمشي قبل ما تبدا تعزف، لانه لو سمع المقطوعه هيتاثر بيها هو كمان وخطته كلها هتبوظ. في الاثناء دي بقى داليريو اتحمل على جرحه لحد ما وصل للثنائي، وقال لهم ان والده كان صانع آلات بس عاش ومات من غير ما حد يعرف اسمه، فهو صمم انه يصنع كريستابل ويخليها تعمل المستحيل اللي محدش قبلها ولا بعدها هيقدر يعمله علشان يخلد ذكرى والده. وبعدها استغل اخر حبه في قوته علشان يحرر هوي من قيوده، وبعدها روحه بتطلع. في الوقت ده بقى كريستال بدأت عزفها، فعزفت كام ثانيه كده كرساله لهوي وداليان انهم يهربوا، وبعدها بدأت العزف اللي بحقه حقيقي. بس الغريب بقى ان المبنى بدأ ينهار حواليهم، فداليان قالت له ان بالديني كان ليه معزوفتين، واحده تخليك مدمن والتانيه تخليك عاوز تقطع شرايينك. فمن الواضح كده بقى ان كريستابل اختارت تعزف المعزوفه التانيه من كتر حزنها على وفاه جوزها. لحد هنا بقى صديقي وهوي ما استناش كلمه واحده زياده وخد داليان وهربوا بعيد. ساعتها بقى المسرح بيتهد 7000 حته، بس اللي كانوا فيه سمعوا رساله كريستابل اللي بدأت بيها عرضها، فهربوا من المكان بسرعه قبل ما يتهد، الا المدير ورجالته اللي كانوا قاعدين كلهم في اوضه عازله للصوت. تاني يوم بقى هو افتكر لما اتخرج من الكليه وكان لسه شغوف وحماس الشباب واخده، ودخل منافسه جويه شرسه مع إيلاس رئيسه انتهت بهزيمته بسبب فرق الخبره بينهم، بس طلع منها كسبان صداقه إيلاس اللي بيقدر يقرأك بنظره واحده من عينه. الاهم من كده ان مفيش حد قدر يهزمه نهائي. تاني يوم بقى إيلاس سايق طيارته وماسك مذكرته وحواليه كذا طياره من بتوع الاعداء، فساب السواقه وقعد يقرأ في طلاسم من الكتب. خلصت على اللي حواليه كلهم واحد ورا التاني لحد ما بقى في الجو لوحده. هنا هو يتدخل وحاول انه يوقفه عن اللي بيعمله لان طيارته هتقع خلاص، بس طياره العدو ضربت عليه صاروخ شالبة كيانه لدرجه ان مفتاحه كان هيقع من رقبته، فمسكه بايده بسرعه ورجع للارض من تاني. بالليل بقى إيلاس راح لحانه فضل يشرب فيها لحد ما سكر، فقال اللي شغال فيها انه بيألف كتاب شعر وانه هيحط فيه حكايه الحرب والامها وعذابها كله، لانه بيقدر يسمع صوت ألم الجنود وقت وفاتهم فهيسجله كله في كتابه، لان الحرب بمجرد ما هتخلص هيبقى حاجه من الاتنين، يا اما ميت جنب اللي ماتوا يا اما عايش بس من غير روح، فما فرقتش كتير يعني عن اللي ماتوا. هنا بقى إيلاس حلم بدمار كبير حواليه وصوت بنت صغيره بتضحك، وبعدها فقد الوعي ولقى نفسه في اوضته والبنت دي بتتنطط حواليه، فاتخض وحاول يعرف منها هي مين وبتعمل ايه هنا، لكنها رفضت تجاوب على اسئلته واكتفت بانها تقول له انها مهتمه بشعره اللي بيكتبه وعاوزه تسمعه منه. وبعدها سالته لو كان يعرف كتب الوهم، بس إيلاس كان اول مره يسمع عنهم، علشان كده البنت بتعرفه انها كتب محرمه زي السحر الاسود كده فما ينفعش تكون موجوده في العالم ده. هنا إيلاس ركز وقال لها انه سمع عنهم وعارف انهم بيدوا قوه سحريه للشخص اللي بيقراهم، فقالت له برافو عليك شطور، انا بقى معايا كتاب ليك انما ايه حكايه هيخليك تفهم كل اللي قدامك من نظره واحده، ده غير انك هتقرا افكاره كمان فوق البيعه، ابسط يا سيدي. هنا بقى إيلاس ركز انه فعلا بيعمل كده، فقال لها انه معهوش اي اكتئاب ولا وهم ولا مش وهم حتى، بس عنده القدرات دي فعلا. فضحكت وهي بتقول له ما انت شاطر اهو، طب هي الكتب اصلا بتيجي منين غير لو حد الفها؟ ايوه زي ما انت بتعمل في مذكراتك كده، بس الفرق الوحيد ان كتاب الوهم علشان يتصنع لازم له مشاعر قويه تلسع المشاعر الانسانيه فتكسر الحاجز اللي بين العالمين، زي الخوف
والرعب. ده مخلي كتابه فيه الامل بس لسه ناقصه زقه، كانه بيضه كده لسه هتفقس بس مستنيه الجو المناسب، والجو بتاعه ده موجود في الحرب اللي هتحصل. طب بذمتك بقى هتلاقي اجواء احسن من كده فين علشان تعمل فيها كتاب ملعون؟ ده بقى صديقي خلى ايلاس يستغرب اكتر، فسالها هو انت بتصنعي كتب الوهم؟ بس البنت ردت عليه وقالت له ده انا مجرد ارشيف غلبان بعين الكتب مش اكتر، تحديدا يعني ارشيف رزائيل، لان بحفظ اسرار السماء والارض اللي محدش يعرفها زي السحر الاسود والعلوم المحرمه وكده. هنا ايلاس عرف هويه اللي قدامه وانها سفار رزائيل، فقدم لها احترامه وسالها يخدمها ازاي، فردت عليه بان كتابه هيبقى اضافه هايله ليها لو قدر انه يحوله لكتاب وهم. تاني يوم بقى ايلاس راح المعسكر لهوي وقعدوا يلعبوا كره سله مع بعض، وكان مزاجهم فوق الرايق وبيحكوا لبعض ذكرياتهم في الحرب اللي فاتت. بعد الاحداث دي بفتره بسيطه بدات الحرب اللي بحق وحقيقي، فايلاس بقى ساب الدنيا تضرب تقلب وبدا يسجل اشعاره وهو بيقولها بصوت عالي، لحد ما تسبب في ظهور كيان غريب بيهاجم طيارتهم وطيارات العدو كمان بشكل طايش. هنا بقى هوي وصل للمكان بمفتاحه، فالكيان خاف واختفى في ثواني، فما فضلش في السماء غير هوي وايلاس. ساعتها هوي قال له بانه مات في الحرب جنب حبيبته في ميلانو، وبعدها اعتذر له على اللي هيعمله وهوب فجر الطياره بيه في ثواني. ده خلى سيفار تتجنن لان هوي قدر يقرا كتاب الوهم في ايد ايلاس قبل ما يكمله حتى، وده شبه مستحيل، بس هوي قدر انه يعمله وقفش خطتهم، فقرر انه يقتل صاحبه علشان يمنعهم من تحقيق مرادهم الشرير في تدمير العالم. علشان كده صاحب مفتاح ارشيفها قال لها ان هوي اكيد هو كمان معاه مفتاح الارشيف، فمسير الروس هتتقابل وساعتها هياخدوا حقهم منه تالت ومتلت. هنا ايلاس قام من وسط الحيطان، فصاحب مفاتيح سفار قال له انه كان مات في الحرب زمان، بس هو رجعه من تاني علشان يكمل كتابه ويضيفوه لمجموعتهم، لكنه ما قدرش يعمل ده وبقى كارت محروق بالنسبه لهم، فالافضل يخلصوا منه. وهوب شال ورقته من كتاب الوهم اللي معاه وخلص عليه. في نفس الوقت ده بقى هوي كان بيتخلص من مذكرات ايلاس اللي اخدها منه قبل ما يدمره، في الاثناء اللي جاله فيها جواب وصيه جده، فخد بعضه وراح على هناك. وده بقى صديقي رجعنا لحلقه البدايه، نرجع للحاضر مع هوي وهو بيقرا خبر مطرقع لداليان، فقال لها انهم بيقولوا ان في راجل ماشي بيتمطوح في الشوارع، فالشرطه حاولت توقفه بالذوق وبالعافيه والسلاح وما يقدروش عليه، فقالت له ان القصه دي شكلها كده مرتبطه بكتاب وهم واسمه الكفار، لانه كتاب ملعون بيسرق روح اللي بيقراه ويحوله لزومبي مفيش حاجه بتوقفه. فعشان يتاكدوا من حقيقه المقال بنفسهم نزلوا للشارع يتابعوا الوضع، وفعلا شافوا عدد كبير من الزومبي بيجروا ورا الناس في الشوارع. وبكده داليان اتاكدت ان كتاب وهم هو السبب في اللي بيحصل، بما ان الموضوع منتشر يعني مش واحد ولا اتنين، فقعدت تفرك لحد ما اكتشفت ان الجورنال اللي مكتوب فيه الخبر هو نفسه الكتاب. فهو يقارن بين الجورنال اللي معاه واللي معاها ولقى ان الاتنين مختلفين، ومن هنا بقى خمنوا ان اللي معاه هو الكتاب الاصلي وبيستخدم الجورنال لنشره ولسه بيعمل تجارب بسيطه لحد ما يضمن نجاحها فهيعممها. على طول نزلوا لمكان طباعه الجورنال، وهناك اكتشفوا ان كل اللي شغالين في المكان زومبي، شغالين زي المكن بينفذوا المطلوب منهم وبس. هنا دخل عليهم حامل مفاتيح سفار، فقال له هوي انه عارفه وعارف انه حامل مفتاح داليان، وبعدها خدهم معاه لمكتبه علشان يكلمهم على رواقه. هناك بقى سفار شافت داليان فوشها جاب الوان، وبعدها زعقت في هوي وقالت له اوعى تقارن نفسك باستاذي ولا العروسه اللعبه اللي معاك دي. فداليان اتعصبت وردت لها الكلمه ب10 لحد ما الاستاذ اتدخل وفض الشباك بينهم. ساعتها هوي ساله هو عاوز يوصل لايه من اللي بيعمله في لندن ده، فالاستاذ قال له ان في مؤتمر هيتعمل قريب في لندن هيجننه، لانهم عاوزين يعيدوا بناء البلاد من خلاله في نفس الوقت اللي فارضين فيه ضرائب بالعبيط على البلاد الضعيفه، فهو عاوز يبوظ لهم مؤتمرين 3 وبعدها يرجع لحال سبيله. بعدها نقل الحوار لهوي وساله هو ليه وافق انه يبقى حامل مفتاح داليان ويفضل جنبها، فهو قال له انه عمل كده علشان يبقى مع امينه المكتبه اللي محبوسه جواها، بس اجابته ما عجبتش الاستاذ، فطلع سلاحه وضرب طلقتين في بطن هوي بسرعه من غير تردد. ده خلى هوي يقع على الارض في لحظتها وهو عايم في دمه. اما داليان فوطت جنبه وقعدت تصيح علشان يفضل معاها. ساعتها الاستاذ حول المسدس اللي في ايده لكتاب وهم، وقال لها ان العلم اتطور وكتب الوهم بقت تنتشر في العالم باكتر من طريقه واكتر من شكل زي الجورنان والمسدس ده كده، فخساره الكتب اللي جواها دي كلها تروح حضر، ولا انت ايه رايك يا غاليه؟ وهوب طلع سلاحه علشان يخلص عليها، بس هوي كان اسرع منه واتضرب رصاصه طايشه من سلاحه علشان يشتت انتباهه. بعدها خد داليان وطلع يجري بيها بسرعه من المكان، لكن الاستاذ ما تقبلش خسارته، فامر الزومبي بتوعه انهم يجيبوهم من قفاهم لحد عنده. نرجع لهوي بعد ما دخل بداليان لاوضه بعيده عنهم شويه، فترجاها انها تدخله الارشيف علشان يحرر الامينه اللي جواه، لانه من يوم ما شافها في طفولته وادته مفتاحها وهو حالف 100 يمين لا يحررها من وحدتها. على طول داليان بتسمح له انه يخش الارشيف، فهوي ما ضيعش لحظه واحده ونزل للامينه وقال لها انه وفى بوعده معاها وعاوزها ترجع معاه بره، فمدت له ايديها وطلعت تجري معاه. وده بقى خلى المكتبه تبدا تتدمر واحده واحده، لان بغياب امينه المكتبه ملهاش لازمه. علشان كده حارس الارشيف المسؤول عن حبسها جواه اعترض طريقهم علشان ترجع لمكانها الاصلي. في نفس الوقت ده بقى الزومبي وصل للثنائي، فهو يستخدم جسده علشان يهرب بداليان من المكان بكل قوته لحد ما ظهر الحارس لروحه في الارشيف وهد الطريق من تحته، فروحه وقعت على الارض في الارشيف ومعاها جسده اللي وقع على الارض في الواقع من كتر التعب. اما الامينه فالحارس حبسها بالجنازير علشان ما تهربش من تاني. على الجانب الاخر بقى داليان حاولت بكل ما عندها من قوه انها تفوق هوي وترجعه لروحه
مرة تانية، لانه لو فضل في الارشيف هيتوه وعمره ما هيرجع تاني ابدا. ده بقى خلى الامينة تتواصل مع داليان وقالت لها انها ذاتها التانية ومحبوسة جواها علشان تخدم الارشيف، بس هي مستعدة تضحي بكل حاجة لو هي سمحت لها بده علشان ينقذوا هو الشخص الوحيد اللي بيهتم بيهم. فداليان ادتها الاذن بسرعة، علشان كده الامينة بعتت لها كتاب وهم مع نسخته الصغيرة علشان يخرجوه بسرعة من المتاهة. في البداية هوي ما كانش فاهم حاجة، بس لما مسك الكتاب فهم اللي فيها فشكره واستخدم الكتاب علشان يرجعه بره. ساعتها داليان رحبت برجوعه فشكرها على مساعدتها ليه، وبعدها بدأ يقرأ في الكتاب علشان يبطل عمل كتاب الأستاذ برغم معرفته الكاملة إن ده هيخليه يستنى كمان كام سنة حلوين على ما تجيله الفرصة مرة تانية علشان يطلع الأمينة بره. ده بقى حرق دم الأستاذ، بس قال لسفار ما تشيلش هم لأنهم كده كده طبعوا نسخ كتير من الجورنان، وبكده تبقى خطتهم لسه مستمرة زي ما هي وما تأثرتش برجوع هوي. في الأثناء دي بقى هل وصل عليهم، فما استناش دقيقة واحدة زيادة وقام مولع في النسخ كلها. فالأستاذ بص له بغيظ كده وبعدين خد سفار ومشى من المكان قبل ما هل يتهور ويولع فيه هو كمان. تاني يوم هوي فاق من غيبوبته لقى كاميليا وداليان جنبه وعرفوا انهم جابوا له احسن الدكاتره في البلد علشان يعالجوا جروحه. في نفس الوقت اللي سفار كانت شايطه لان خطتهم فشلت بسبب سهال اللي اتدخل في اللحظات الاخيره، لكن الاستاذ هددها وقال لها ان الايام اللي جايه كتير، فدلوقتي او بعد سنه فرصتهم هتجيلهم لتدمير العالم وقتل هوي من تاني. اما هوي وداليان في حياتهم رجعت لطبيعتها مره تانيه وفي انتظار اي جديد يحصل لهم فيها. وبكده بينتهي الانمي بتاعنا يا صديقي، لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك وسلام.